السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي وأصحابي وأخواتي. أنا هعمل معاكم وصفة النهاردة. أنا جايبة قوانص وهعملها كفتة داود باشا. الوصفة دي أنا شفتها على اليوتيوب وحبيت أجربها وهقول لكم نتيجتها إيه بأمانة الله، وهقول لكم كل التكات اللي فيها وإيه الحاجة الكويسة اللي فيها وإيه الحاجة اللي انتوا المفروض ما تعملوهاش. طيب أنا جبت طبعا كيلو من القوانص، شلت الدهون اللي فيها كلها وغسلتها بدقيق وملح. وانتوا عارفين طبعا لما بغسل الحاجات اللي هي اللحوم والحاجات اللي زي دي بغسلها كويس جدا بالدقيق والملح عشان الزفارة اللي فيها. تمام كده. طبعا عشان انتوا عارفين الغلا واللحمة الجملي واللحمة العادية وكل حتى اللحمة المجمدة بقت ب140، فالحاجة غالية جدا. فلما لقيت الفيديو ده قلت والله لازم اجربه وانزله لاصحابي واصدقائي على القناة عشان يجربوها، ولو طلعت حلوة هقول لهم، ولو طلع فيها اي حاجة برضو هقول لكم. فخلينا مع بعض وانا هقول لكم كل حاجة بالتفصيل واقول لكم جربوها ولا لا. زي ما قلت لكم كده انا جبت القوانص. طبعا بسم الله ما شاء الله ده كيلو وانا غسلته كويس جدا جدا لان انتوا عارفين القوانص بتبقى زفره. غسلتها بالدقيق والملح كويس جدا وما خليتش فيها اي ريحه زفاره. تمام كده. وطبعا جهزت بقى بقيه الخلطه بتاعتي من بصل وتوم وبقيه التوابل، وهقول لكم خطوه خطوه انا عملت ايه والتوابل ايه والحاجات دي كلها. طبعا انا سبت القوانص لغايه ما اتصفت خالص خالص وجهزت بقى الحاجه وهقطعها. لو عندي بلانش هقطع عليها، لازم اقطعها حتت صغيره جدا عشان انعمها في الكيتشن. وخلي بالكم الحتت اللي هي اللي بتبقى الحتت اللي هي العصب دي اللي في نص القوانص، يا اما ممكن تشيليها خالص يا اما تطحنيها في قلب الكيتشن. بس هي تاخد منك وقت جامد ومش هتتفرم، وبعد ما تخلصي هتضطري انك انت تطلعيها بايديكي. فعندك حرية الاختيار، يا اما تشيلي منها الحتة العصب اللي في النص يا اما تطحنيها كويس جدا وتبقى انت تشيلي حتة العصب اللي هي فيها دي بالشغلة دي لانها ما بتطحنش خالص. تمام. ولو هتعمليها عند الجزار لو وافق يبقى تمام ويبقى احسن وافضل. وده عبارة عن كوباية ونص من الرز، لازم يتغسل ولازم يتساب لما ينشف. تمام. طب ليه ينشف؟ عشان يبقى سهل جدا ان انا اطحنه في المطحنة. ومعايا كوباية من الشعرية. على فكرة انا كنت بعمل الكفتة داود باشا دهيت بنفس التكنيك ونفس الطريقة بس من غير قوانص بلحمة. فانا لما لقيت طريقة القوانص دي قلت هوفر لكم واقول لكم على الطريقة. وطبعا يعني حاجة موفرة وحاجة جميلة جدا وانا بحب افيدكم والله. تمام يا حبايب قلبي. فنكمل بقى بقية الخلطة بتاعتنا. انا جهزت بصلاية وما كترتش عن بصلاية عشان انتوا عارفين ان البصل فيه سوائل ما يخليش الخليط بتاعي يبقى سايب. وحطيت طبعا راس توم كبيرة كده حلوة، وحطيت معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من السبع بهارات، معلقة من الكزبرة. تمام. هبتدي اقطع معاكم بقى القوانص. لو عندك بلانش هيبقى احسن، والافضل من كل ده انت تديها للجزار ان هو يطحنها لك. بس الجزار ما وافقش ان هو يطحنها لي بصراحه، فقلت اعملها بقى معاكم في الكيتشن عندي. طيب هو في الكيتشن احسن ولا عند الجزار؟ عند الجزار افضل مليون مره، لان حتى الحته اللي هي الشغله دي بتطحن، يعني ما بيبقاش ليها اي اثر. انا بعد ما طحنتها انا اضطريت ان انا اطلع الحته العصب اللي فيها دي طبعا واركنها على جنب، لاني مش هينفع اعمل الكفته بيها، ما ينفعش باي حال من الاحوال، واوعى تجازفي. تمام يا حبايب قلبي. ضربتها في الكيتشن كويس جدا. طيب اللي ما عندهاش كيتشن تعمل ايه ومش هتوديها للجزار وما وافقش ان هو يطحنها لها، يبقى هتعمليها في القطعه بتاعه التوابل. هتتعمل معاكي وهتنعم وتبقى زي الفل. بس زي ما قلت لكم انتوا هتلاقوا بس عقبه، حته الشغله اللي هي في النص بس. تمام. انا بوريكم كده ان ممكن نطحنها في قطعه التوابل دي، مفيش مشكله هتطحن معاكي بس هتاخد وقت. وطولي بالك يعني مش تفضل مشغله عليها الخلاط شويه واقفل وشويه واقفل عشان ما تعبش السكين. كده كنت طحنتها في قلب الكيتشن بتاعي، خدت مني وقت. وبعد كده طلعت الحته اللي هي العصب اللي في النص دي، طلعتها كلها. ده كيلو قوانص بعد ما طلع، بعد الدهون وبعد الحتة الشغتة والكلام ده كله تقريبا صفصفت على كيلو الا ربع. تمام. طيب انا هعمل ايه؟ لازم اطحن طبعا اطحن الرز في قلب المطحنة والشعرية. طحنتهم طبعا كويس جدا جدا ونعمتهم على الاخر، ولازم تنعميهم على الاخر وما تستعجليش. طيب الخطوة اللي بعد كده هتتم ازاي؟ الخطوة اللي بعد كده هحط البصل مع الثوم مع التوابل هديهم طحنة، والخضرة
انا كنت غسلتها قبل الفيديو وصفيتها كويس جدا، وما ينفعش باي حال من الاحوال يبقى فيها ميه. هطحنها هي كمان. عباره عن ايه؟ عباره عن نص حزمه كزبره، نص بقدونس، نص شبت. فرمتهم فرم ناعم جدا. وكان البصل طبعا طحنته طحنه قويه جدا جدا جدا. حتى انا حطيت بعد ما البصل اتطحن حطيت عليه الخضره وطحنتهم مع بعض بشكل يعني مفروم ناعم جدا جدا. وبعد كده طبعا احنا غاسلين ايدينا وزي الفل. وبصراحه انا ما بحبش اشتغل بالجلافز لان بيضايقني جدا وبيقعد يتزحلق كل شويه. فطبعا بنغسل ايدينا كويس جدا ونستعمل ايدينا مفيش مشكله. كده انا بقلب كل الخليط مع بعض. طب احنا هنكتفي بكده؟ لا طبعا، انا مجرد بس بقلب كل المكونات مع بعض وهرجع تاني في الكيتشن اديله ده فرمتين تلاتة كده لغايه ما ينعم معايا. اهو بدخل كل الخليط مع بعضه زي ما انتم شايفين كده، وهروح على الكيتشن وانعمها تاني. انا بلعبها عشان اخليها بص زي ما انتم شايفين كده. هي طبعا لونها حلو قوي. وطبعا زي الكفتة اللي احنا بنعملها باللحمة مفيش اي فرق. والريحة في منتهى الجمال، هي نفس الريحة. مفيش اختلاف ومفيش ريحة زفارة ومفيش طعم زفارة ولا اي حاجة. تمام. احطها في قلب التلاجة ترتاح حوالي تلت ساعة او نص ساعة. انا ما حطيتها ان هي ترتاح. طبعا انا ما بستناش، انتوا عارفين انا بحب اشتغل على طول. فقلت اعمل التسبيكة على ما ترتاح الكفتة شوية. طبعا بصلاية وعملت خليط ما بين السمنة والزيت اهو. وكنت طبعا فرمة توم اهو، حوالي نص راس توم كده، يعني ما يعادل 7 فصوص او 8 فصوص. وكنت طبعا مجهز الطماطم ضربها في قلب الخلاط اهو. يا دوبك اصفرت بس البصلايه. على فكره الكاميرا كانت مغمقه البصلايه قوي. انا كانت نازله صفرة عن كده بس هي مغمقاه. فانا ما بحمرهاش قوي، يا دوبك بس اللون الذهبي بروح نازله بالتومه. ويا دوبك تاخد بس تطلع الريحه بتاعه التوميه رحت نازله بالطماطم. الطماطم دي انتوا عارفين ان انا الطماطم دي الاول بحطها على النار يعني زي بسلقها كده. تمام. انتوا عارفين طريقتي وقلت لكم وعملت معاكم بقى قبل كده تخزين الطماطم عشان الحموضه وعشان طعمها اللي بيبقى مزز. الطريقه دي هايله. انا بعمل اكياس طماطم وبشيلها في الفريزر بس ما كانش عندي في الفريزر. فاستعملت قوطه جديده بحطها تتسلق كده. وبعد كده بضربها في الخلاط. تمام. نزلت طبعا بالبهارات بتاعتي فلفل اسود وباكو ماجي مكعب واحد، ما بزودش عن باكو واحد. انا بحب جدا الماجي في الصلصات، بيدي نكهه وطعم في منتهى الجمال. طبعا هسيبها تتسبك بقى على نار هاديه. وخلي بالكو اي حاجه بتبقى على النار الهاديه بتتسبك حلو جدا. طعمها بيفرق معاكي جدا جدا. وخضارك دايما سويه على نار هاديه. ما تسرعيش وتعلي النار هتاخدي اكل طعمه مش حلو. مش زي ما بيكون النار هاديه عليه بيستوي براحته وطعمه بيختلف. وجربي وهتشوفي. انا بقولك كل حاجة كويسة عشان تطلع الحاجة بالنسبة لك كويسة جدا ويطلع أكلك مميز. تمام. حطيت طبعا طاسة على النار زي ما انتوا شايفين كده وفيها زيت المناسب. نقلت الصلصة على عين التانية وبرضو على عين هادية. كانت لسه ما استبكتش قوي. سبتها لما تتسبك. وهقلي معاكم بقى الكفتة. شايفين شكل الكفتة عامل ازاي ولا لونها؟ بقول لكم عامله زي الكفته العاديه اللي هي بلحمه خالص. ما فيهاش اي اختلاف. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ايه الاختلاف او ايه المميز؟ هقول لكم انا. بصوا الطعم والريحه زي الكفته بتاعه اللحمه بالظبط. طب ايه المختلف يا ستي؟ بصوا وانا بقليها هي فتحت مني. يعني ما كانتش بتتقلي زي اللي هي فيها لحمه. تمام. ولما حطيتها في الصلصه كانت طريه. ولما قعدت شويه باشت يعني طريت جدا جدا. ده الاختلاف اللي فيها. لكن الطعم حلو جدا. طعم زي الكفته العاديه اللي هي ملحمه. مفيش اي اختلاف. طبعا اكلتها ولادي دقوها بعد ما اتحمرت طعمها حلو جدا جدا. مفيش اي اختلاف خالص عن الكفته العاديه. لكن لما اتحطت في الصلصه بصراحه اهو شايفين شكلها عامل ازاي وهي بتتقلي اهو. كأنها الكفتة اللي هي ملحمة. لكن بعد ما اتحطت في الصلصة أول ما حطيتها في الصلصة كانت عادية ما فيش مشكلة. لكن لما قعدت بعديها ب10 دقايق حسيت إن هي طريت جدا. وده الحاجة اللي مش ظريفة. يبقى الأفضل أنا أعمل إيه؟ ممكن عشان أوفر
ممكن اعمل قوانص. على فكره القوانص طعمها بيبقى مسكر جدا جدا جدا، وعشان ما استهلكش لحمه كتير في ظل الظروف والغلاء دهوت، ممكن اجيب ربع كيلو لحمه، بس ربع لحمه، واضيفه على القوانص، هيزود لي الكميه وهيدي طعم حلو جدا جدا جدا. طبعا انا حطيت على الصلصه حوالي نص كوبايه ميه، ازودها خفيفه شويه لان ما ينفعش انزل بيها كده على طول. وحطيت الملح بتاعي المناسب ليا، وخليت بالي ان انا حاطه مكعب ماجي، وحطيت بالي ان انا حاطه ملح في قلب الكفته. فاكرين بقى الكفته دي لما كنا بناخدها من امهاتنا وهي بتقليها كده، وزي ما يكون بنخش نخطفها كده وناكل منها؟ كلنا بنعمل كده. طبعا ولادي كانوا كلوا منها وهي محمره، طعمها حلو قوي قوي قوي، واشادوا بيها، وما عرفوش ان هي معموله بقوانص خالص غير ما انا قلت لهم. نزلت بقى بالقوانص بعد ما الصلصه غليت، بعد ما حطيت لها نص كوبايه ميه. طبعا هو اللون غامق، الكاميرا مغمقه، لكن هو بالامانه لونها مش غامق كده، هو لونها عادي جدا، مفيش اي حاجه. انا اديتها غلوه وقفلت عليها، ما خليتهاش تستوي، اديتها غلوه واحده بس وقفلت عليها. كده كنت انا غرفتها. طعمها حلو جدا، عايزه تجربيها، زوديها ربع لحمه مفرومه، هتطلع بنفس الطريقه، بنفس طعم اللحمه العادي جدا، محدش هيقدر يفرقها، مفيش زفاره، مفيش طعم مختلف، طعمها حلو جدا جدا جدا. على فكره انا جربتها قبل كده، قبل ما اشوف الوصفه دي على اليوتيوب، كنت معصجاها، بس كنت حاطه لها شويه لحمه مفرومه، كان طعمها فوق الخيال. القوانص بتدي طعم مسكر بشكل رهيب. يا رب يكونوا استفدتوا من كل اللي انا قلته. طبعا هتعملوا جنبيها رز، وبألف هنا وشفا ليكم. يا رب يكونوا استفدتوا من الوصفة ومن كل حاجة أنا قلت لكم عليها. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.